قبل أن تغرب الشمس تركض هذه المرأة مثل مجنونة إلى منزلها، لا تهتم إذا فقدت حذاءها، ثم تفتح الباب بسرعة بمفتاحها وتخلع كل ملابسها في ذعر، تغلق على نفسها في قبو بدون تكييف، وتقفل الباب السميك الذي يبلغ مترا وتختبئ. لكي يعرف سبب اضطرار صديقته للعودة إلى المنزل قبل غروب الشمس، قرر الرجل أن يتبعها بهدوء. عندما تبعها إلى المنزل وجد صديقته تتسلل بخفة، ثم ألقت دجاجتين وكيسا من اللحوم النيئة في القبو. تعجب الرجل وسألها ماذا تفعلين، لكن عندما رأته أصيبت بالذعر. صرخت اخرج من هنا إذا كنت تريد أن تعيش، وإلا عندما تغرب الشمس لن تتمكن من المغادرة. قبل أن يفهم ما يحدث أغلقت باب القبو بعنف، ثم أغلقت أبواب ونوافذ المنزل جميعا. حاول الرجل المغادرة لكنه تأخر جدا. فجأة سمع صرخة من القبو. بدافع الفضول تسلل إلى باب القبو ليختلس النظر، فصدم مما رأى في الداخل. لحسن الحظ منزل صديقته عازل للصوت، فلم يعرف المارة شيئا. وهكذا قضى الرجل ليلة طويلة في خوف ورعب.